السلام عليكم حبايبي الغاليين. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة سهلة جدا وسريعة. أنا عارفة إن انتوا بتحبوا الأكلات السريعة، تعالوا نشوفها ونقول بسم الله. أول حاجة كده هنزل في طاسة في حلة، هتنزلي بمعلقة سمنة بلدي كبيرة كده حلوة، وهتنزلي عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا كمية اللحمة بترجع لك، يعني ربع كيلو هيعمل معاكي الأكلة دي وهيعملها كمان بزيادة. هدي كده اللحمة لون، اول ما تبدأ تغير لونها هنزل عليها بخمس ست فصوص توم كده حلوين مفرومين، وهقلب اللحمة بالتوم لحد ما اشم ريحة التوم الجميلة دي. انا مش عايزة التوم يغير لونه. اول ما اشم ريحته الحلوة دي هنزل ببصلتين كبار كده مفرومين ناعم بالمية بتاعتهم، هنزل عليها كده بالبصل وهقلبها كويس جدا واخلطها بالبصل ده، وادي البصل كده تشويحة مع اللحمة بس ما غيرش لون البصل زي ما انتوا شايفين. اخلطيها كويس. عايزه اقول لكم ان الريحه روعه روعه، التوم بقى والبصل مع اللحمه دي ملهاش حل. بعد كده هنزل بتلات اربع قرون كده من الفلفل او تلات اربع حبات من الفلفل. كميه الخضار بقى اللي هتتحط دي ترجع لك، حابه تزودي اكتر حابه تقللي زي ما انت حابه. هنزل عليهم كده بكوبايه من البسله وهقلب مع بعضه يا دوب احس انها دبلت. هنزل بجزرايه، انا جزرايه هنا مقطعاها مربعات صغيره مكعبات صغيره. طبعا عايزه تزودي الجزر عن كده زودي. بعد كده نزلت بقى باربع طماطمات حلوين كده متقطعين مكعبات صغيره جدا على الخليط الجميل ده. وهنزل بالتوابل، بهارات لحمه، فلفل اسود، بابريكا، ونزلت بالملح. طبعا كمية الخضار دي الطماطم دي هتنزل طبعا المية، والبصل هينزل المية بتاعته، وكل ده هيسوي لي اللحمة والخضار. نزلت بمعلقتين كبار من الصلصة الجاهزة وخلطت كل الجمال ده كده مع بعضه، واتأكدت ان الصلصة اختلطت حلوة قوي باللحمة والخضار زي ما انتوا شايفين. طبعا النار هنا متوسطة معايا بقى وانا بقلب الخضار والجمال ده كله. قبل ما اوطي عليها واغطيها هضيف معلقه كبيره من الدقيق. طب ليه ضفت المعلقه الكبيره دي؟ علشان هيخلي لي الخضار باللحمه متماسك، يعني ما اجيش بقى اطلعه الاقيه كله متفرفت معايا وهيعمل لي صوص كده تقيل شويه للخليط. بعد كده ضفت بقى شويه كده بقدونس خضره اللي عندك، انا ضفتهم هنا ناشفين. بعد كده سبتها بقى خدت سواها وزي ما انتوا شايفين ركنتها. وتعالوا بقى نشوفوا هنعمل ايه. جبت بطاطس كده حلقات الحجم ده، يعني مش رفيعة ولا تخينة، عايزاها وسط. نزلت عليها بشوية زعتر وشوية بابريكا وفلفل اسود ورشة من الملح خفيفة جدا. طبعا الزعتر هيخلي لي اي حاجه في الفرن طعمها روعه، اي حاجه بتشويها في الفرن هتحط لها زعتر هتخلي الاكل طعمه روعه. نزلت هنا بشويه زيت يعني معلقتين كبار كده، وبدات اخلط كل التوابل دي بالبطاطس زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا بقى اشوف هعمل ايه مع الخضار. طبعا الخضار خلاص خلص واستوى معايا باللحمه. جبت الطاجن، هاتي صينيه هاتي قارب اللي عندك واللي موجود واللي حابه تعملي فيه. هنزل كده بخليط اللحمة والخضار اللي احنا عملناه بالراحة كده في الطاجن من تحت الأول، وهسويه كويس جدا. طبعا الخضار ده واللحمة مستويين 100%، يعني أنا يدوب هدخل الطاجن ده الفرن مش هياخد مني نص ساعة علشان بس البطاطس اللي على الوش تستوي. أنا هنا خلاص فردته وبدأت أرص عليه حلقات البطاطس اللي أنا متبلاها. هرص الحلقات كده زي ما انتوا شايفين زي قشرة السمكة، يعني واحدة فوق التانية زي ما احنا شايفين. هغطي الوش كله وهكون مجهزة الفرن طبعا على درجة حرارة متوسطة او فوق المتوسطة في الاول خالص، بحيث ان بس الطاجن ده يغلي معايا. يعني انا لما ادخله مش عايزاه بقى يخر سوائل مني بقى تاني والاقي عم في الميه. لا انا هدخله الاول على درجه حراره متوسطه، بس هغطيها زي ما انتوا شايفين هنا ورق الزبده معايا بلتها شويه ميه علشان ما تلزقش على وش الطاجن. وبعدين ورق ألمونيوم زي ما احنا شايفين بقفلها كويس وبدخلها يا دوب البطاطس احس ان هي استوت معايا، بشيل الورق من عليها واخليها تاخد لون في الفرن. طالعه لونها خطير، ريحتها بقى مش عايزه اقول لكم كانت في الفرن شكلها ايه. شايفين انا مطلعه اللحمه قطع على بعضها ازاي، يعني متماسكه ماهيش مفرفته معايا.
البطاطس بقى استوت خلاص، ما خدتش معايا نص ساعة في الفرن، كانت طالعة مستوية وفي نفس الوقت ما هياش مهرية. جربوا حبايبي الطريقة السهلة البسيطة ديت، وانا متأكدة جدا انها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.